النهاردة هنتكلم عن عصفور السينما المصرية أبو ضحكة اللي ما تتنسيش أبدا، اللي كلنا عارفينها، اللي يمكن حد يقدر يعملها زيه، من أبرز نجوم الكوميديا في مصر. لكنه على الرغم ان هو كان ليه خفة ظل وخفة حركة وروح مرحة ودايما ابتسامته على وشه، لكن حياته كانت مليانة صعوبات ومآسي. وإزاي كان مش قادر يقعد، وقال أنا لو قعدت مع مراتي أكتر من أسبوع أنا هيجيلي انهيار عصبي. وليه رغم أحاسيسه وحبه لزوجته. النهاردة هنتكلم عن الفنان عبد المنعم إبراهيم، من مواليد 24/10/1924، محافظة بني سويف مصر، ممثل مصري كوميدي. لكن أصوله بترجع إن هو من حتة اسمها قرية ميت بدر، محافظة الغربية برضو مصر. يعني هو في الحالتين محافظتين هو أصلا مصري. هو من أسرة متواضعة وبسيطة جدا، وحصل على دبلوم صنايع. كان بيحب الفن جدا وبيحب يتفرج على الفنانين وبيحب يتفرج وبيحب المسرح جدا. فقال ان هو من عشقه قال انا عايز ادرس في المعهد العالي للفنون المسرحية. وبالفعل وتخرج سنة 1949 وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية. طبعا اول ما التحق طبعا بفرقة المسرح الحديث اللي كان في الوقت دوت، اللي هي كان مديرها زكي طليمات شجعه جدا، وخصوصا ان هو عرف انه عنده قدرة على الكوميديا وكمان يقدر يمثل تراجيدي، وكان بيشجعه جدا. وطبعا ساب بصمة واضحة كمان في المسرح القومي. لا ده يعني كان ليه أدوار مميزة فيه، منها حلاق بغداد ومعروف الإسكافي. لكن شهرته الحقيقية وانطلاقته الحقيقية جت لما انضم لفرقة إسماعيل ياسين. هنا كانت فعلا شهرته يعني جامدة جدا. شارك في أفلام كتيرة قوي قوي، منها إشاعة حب، سر طاقية لخفة. طبعا سر طاقية لخفة ده كان اسمه عصفور في الفيلم، وده سبب تسميته ان هو عصفور السينما المصرية. طبعا الفنان طبعا عبد المنعم ابراهيم طبعا اتميز، بس يعني قدر ينوع في الكوميديا، لا ده كمان في التراجيدي. يعني قدر يبدع في انه كونه يمثل يعني تراجيدي او كوميديان. طبعا ما ننساش انه ليه طبعا جملة مشهورة جدا جدا في فيلم السفيرة عزيزة، اللي هو كان بطولة الفنانة سعاد حسني والفنان شكري سرحان. لما كان واقف في البلكونة وبيقول الغوث النجدة، كان طالع في الفيلم مدرس لغة عربية. طبعا كان ليه كتير من المسلسلات التراجيدية، ما انا قلت لكم ان هو متنوع. فمنها كان زينب والعرش، اولاد ادم. وعلى الرغم من ان هو كوميديان ومليان ضحك، لكن جواه داخل حياته كان فيه عقوبات واحزان جوه قلبه. وده كان بسبب حبه وعشقه شديد لزوجته اللي توفت وسابت له ولاده. كانوا عندهم 9 سنوات و7 سنوات و5 سنوات، واصغر طفل كان عنده سنة واحدة. طبعا هو اتجوز من زوجته سعاد وأنجب منها أولاده الأربعة، وهم سلوى وسهير وطارق. كان الدكتور بيقول له على زوجته سعاد ان هي مريضة وان هتموت خلال 6 شهور، لكن هو كان بيحاول ان هو يعني طبعا قدرة ربنا تفوق كل شيء، وان لكل اجل كتاب، ومهما قلنا ربنا هو اللي قادر على كل شيء، وكل حد دي الموت والحياة ده بايد ربنا طبعا. طبعا كان بيصور فيلم في الوقت دوت، وكان في المجر. فرجع قبل وفاة زوجته ب3 ايام، رجع ملهوف على سعاد جدا، وهي نايمة على سريرها وبتحتضر، يعني بتموت في السرير، يعني خلاص هي يعني بين ايدي ربنا. المهم بقى كل ده بيتجاهله وبيقول لها قومي يا سعاد، قومي شوفي المطحنه اللي انا جايبها لك، وجاي في بشنطه سفر ومن السفر، وجاي كل هم يقول لها قومي يا سعاد انا جبت لك المطحنه، قومي يا سعاد انا جايب لك المطحنه. يعني كان كل غرضه وهدفه ان هو كان حاسس ان ايه، عنده امل ان هي تفضل وتعيش وتعيش اكتر، وكان كل همه بيتجاهل ان احتضارها وموتها. لكن القدر يعني كان فوق كل شيء، وقضاء ربنا فوق كل شيء، واتوفت. ودايما كان يقول لاولاده امكم سابتكم عصافير صغيرة وقطط مغمضة. طبعا عفوا.
بعد ما زوجته توفت، الفنان عبد المنعم ابراهيم اتجوز اختها، لكن ما قعدش معاها كتير، يمكن ما قعدش معاها اسبوع على بعضه، 5 ايام بالظبط. وقال مش قادر انا، لو انا يعني، لان اختها كانت شبهها جدا جدا. كان كل ما يشوفها، رغم ان كانوا فاكرينه ان هو لما يعني هيشوفها يعني هتعوض المكان وكده والشبه وكله ولاده، لكن كان يعني اقتناع الفنان عبد المنعم ابراهيم غير كده خالص، ولان عنده مشاعر واحاسيس مضاعفه عشان هو فنان، ما قدرش يتحمل ساعتها، وقال انا لو قعدت اكتر من كده انا هيجيلي انهيار عصبي، وتم الانفصال. بعد كده اتجوز المره الثالثه من اللبنانيه، وكانوا دايما بيقولوا عليها ولاده ماما عايده، لان كانت بتحبهم وبتراعيهم، رغم انها كانت عايشه في طرابلس لكن كان بتراعيهم. بعد كده اتجوز ولغايه ما توفت سنه 1982. بعد كده اتجوز من الفنانه كوثر العسال، وما اعلنش عن الزواج رغم ان الزواج ده حوالي 20 سنه. الفنان عبد المنعم ابراهيم اتوفى في 17/11 1987 عنده 63 سنه. ساب طبعا يعني ورث كبير من الأعمال الفنية، من مسرح لتلفزيون لإذاعة لسينما، إنه يجمع بين الضحك والحزن، وده إزاي كسب قلوب الجماهير والناس اللي بتحبه كل ما بتشوف أعماله وبتسمع صوته. كان من أهم أعماله الجوهرة والكماشة والهروب إلى السجن، رحلة في نفوس البشر، وسكة الصابرين. هي دي كانت حكاية الفنان عصفور السينما المصرية عبد المنعم إبراهيم. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، فضلا وليس أمرا لايك، اللي ما جاش نورني في قناة اتمنى يجي ينورني فضلا وليس امرا. متشكره الحبايب اللي معايا، ومتشكره الحبايب اللي جم ونوروني، واتمنى عيلتي تكبر اكتر واكتر فضلا وليس امرا. اوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم واتوب اليكم. كل سنه وانتم طيبين ودايما بخير، ويعيد علينا الايام بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الف الف مليون شكر.